اليوم غادي نحضر معكم وصفه اللي بسيطه ولكن منعشه بزاف، عصير بالليمون طبيعي. هذا العصير كيتميز بالمذاق ديالو الرائع والمنعش، وكيتعتبر من افضل المشروبات اللي يمكن لك تحضرها بكل سهوله. عصير اللي خفيف ولذيذ وكيعطي احساس بالانتعاش خصوصا في رمضان. خليكم مع طريقه التحضير. غادي نحتاجو 4 ديال التفاحات اللي نقيتهم وقطعتهم على هذا الشكل هذا، 2 ليمونات اللي نقيتهم وقطعتهم بحال هكذا، قشور الليمون كما شفتوا غير ديك الطبقه اللي كتكون من الفوق. غادي نوضعوا المكونات كامله في شي طنجره بحال هكذا، وغادي نضيف لهم نصف لتر من الماء العادي. غادي نضعهم فوق النار لمده ديال 10 دقائق ونطفي عليهم، خليهم يبردوا على خاطرهم، ونوضعهم في الخلاط الكهربائي بحال هكذا. غادي نضيف نصف لتر من الماء، سكر حسب الذوق. انا ضفت هنا 3 ديال المغروفات ديال السكر يكونوا كبار، وغادي نطحن المكونات ديالي كامله، وهكذا كيكون العصير ديالنا واجد. في الاخير كنتمنى تكون عجبتكم الطريقه ديال تحضير العصير. كما شفتوا الوصفه اللي سهله وسريعه، لكن كنحصلوا على عصير اللي رائع ومنعش. كنصحكم تجربوه. نتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده وتكون سهله. خليت لكم الراحه.